السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم لمسات بنت الوح. اليوم وصفة اقتصادية بامتياز، كيكة الشوكولا بلا شوكولا بلا بيض، خفيفة وبنينة وتحضريها في دقيقة. تبعوا معايا المقادير ونقولوا بسم الله. أول حاجة راح نبداو بالنواشف. عندي نصف كاس سكر حبيبات لما يعادل 4 ملاعق، معناها 80 جرام سكر، ورايحة نخلي لكم العبار بالملعقة أو بالجرام في صندوق الوصف. رايحة نضيف كاس معمر تاع 220 جرام من الفرينة، ونضيف عليه ربع كاس، يعني ما يعادل 240 في المجموع. مرروها في المصفاة هكذا باش تجيكم الكيكة خفيفة ومهوية. نضيف 3 ملاعق كاكاو بني مر، ما يعادل 20 جرام كاكاو، ومن الأحسن خير النوعية تكون مليحة. نضيف باكي ونصف من خميرة الحلويات، رايح نضيف ملعقة صغيرة من الباكي الثاني، أي المجموع 15 جرام. المقادير هذه اللي ما ديتها لكم راها مقادير مضبوطة، تبعوها إن شاء الله وتجيكم الوصفة هايلة وتولوا مدمنين عليها. خصوصا رانا في فترة الامتحانات، فرحوا بها أولادكم وإن شاء الله يكونوا من الناجحين. نرجعوا للوصفة اللي ضفت لها رشة تاع ملح باش تتعدل الذوق، وخلطت كامل النواشف مليح مع بعضهم. رايحة نضيف هنا ربع كاس تاع زيت، أي 80 مليلتر، وحطيت عطر الكراميل، وانتم مش حبيتوا تحطوا فاني او النسكافيه تجيكم ذوق القهوة، انا فضلت الكراميل. رايحة نزيد كاس تاع الماء سخون. هنا الماء اللي ضفته مش يكون يغلي، رايح يكون سخون وما هوش دافي. هنا كيما راكم تشوفوا الكيكة جاتني ثقيلة، رايحة نضيف لها ربع كاس تاع ماء، يعني حطيت 240 مليلتر من الماء. مع العلم ان الفرينة اللي استعملتها هنا فرينة راها تشرب، فرينة متعددة الاستعمالات مش خاصة بالحلويات فقط. نتوما ديروا 220 وشوفوا. ونروح نفرقوها في البلا اللي دهنته بالزيت، كيما حبيتوا تضيفوا ممكن فرينة او تدهنوه بالزبدة. وابعاد تاع هذا البلا 23 على 30 سنتيم، اذا كان عندكم اقل منه 25 على 25 سنتيم راح يجي ثاني مليح. وهنا تكونوا اكيد مسخنين الفرن على درجة 180، حطوها طيب 25 دقيقة ونحوها. انا راح نشعل عليها فقط من تحت نخليها طيب لانه فرن غازي. حاولوا تخلصوا من الفقاعات اللي يخرجوا فيها واخطوها مرتين او ثلاثة ودوها طيب. ونروح نحضروا صوص الشوكولا اللي فيها نص كاس حليب وزوج مغارف كبار سكر، هنايا على حسب الذوق. ونحط مغرف معمرة مليح كاكاو، نزيد لها رشة تاع ملح اكيد، ومغرف فرينة. رايحة تجيكم الصوص كريمية خير من اللي ديروها بنشا او المايزينا. خلطوها مليح وحطوها فوق النار على نار هادية، ما تتوقفوش من الخلط باش ما تلصقش معاكم وما تطولوش ياسر. شوفوا هنا بعد ما حطيتها فوق النار ثقالت معايا ونحيتها، وزدت لها هنايا مغرف صغيره مارغرين او زبده اللي متوفره عندكم، اذا ما كانش تقدروا تحطوا حتى مغرف تاع زيت. خلطوا الزبده حتى تذوب تماما، وراح نضيفوا لها واحد المكون اللي راح يزيد لها هذه لاصوص بنه، علبه تاع ياغورت بذوق الشوكولا. راح تجي بنه هذه لاصوص، قلت لكم كيكه شوكولا بصح ما فيهاش الشوكولا. النتيجه تاعها راح تبهركم، ما عليكم قد جربوها. شوفوا هنايا الصوص كي تزيدوا لها علبه الياغورت كيفاش راح تولي ليس وتجي هايله. بعد ما خلطتها مليح راح نفرقها مباشره فوق الكيكه اللي كانت طابت وبردت. نفرقها كامل ونمشيها على سطح هذا البلا، يعني هذه الكميه اللي عطيتها لكم راها مضبوطه. فرقوها كامل ومشوها مليح على السطح. ونقول لكم ما تبخلوش عليا بليجام تاعكم. اذا كنتوا جدد اول مره تشاهدوا القناه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا وصلنا للمسه الاخيره كتزيين اختياري. هنا استعملت مرصو تاع شوكولا كيما راكم تشوفوا، حكيتو او برشتو بقشرة البطاطا. بما انه قلت لكم الكيكه ما فيها الشوكولا، يعني تقدروا تستغنوا عليها وتحطوا نواة كوكو او كاوكاو مرحي. وشوفوا في النهايه كيفاش راح تجي معاكم، راح تجي هايله، راح تجيكم خفيفه ومشربه وتجي هايله.
نتمنى تجربوها، راني ننتظر تعليقاتكم. قد ما راهي بسيطة وسهلة قد ما راها بنينة بنينة. ان شاء الله شاهدكم الصحة والعافية، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله. اكتبوا لي برك في التعليقات انكم اذا كنتوا تحوسوا على وصفات اقتصادية كما هكذا راح نلبي رغباتكم، والى اللقاء.